البحيرة اللي انتوا شايفينها دي مش في كومباوند في التجمع او العاصمة الإدارية، دي حديقة في حلوان دخولها ب10 جنيه، وتحديدا دي حديقة كبرتاج حلوان. عاوزة اقول لكم الاول ان كلمة كبرتاج دي مكونة من مقطعين: كابري الإيطالية وهو اسم جزيرة كابري اللي كانت ساعتها فيها اهم المنتجعات العلاجية والترفيهية في اوروبا، وتاج كانت بتستخدم في تسمية الاماكن الفخمة. وطبعا معروف عن الخديوي اسماعيل ان كان عاوز مصر تبقى قطعة من اوروبا، فلما شاف المياه الكبريتية في حلوان قرر ان يبني هناك حمامات على طراز اوروبي فاخر عشان تبقى منتجع علاجي عالمي. وبمرور الزمن اتعرض الكبرتاج زي غيره من اماكن كتير لاهمال كبير، عشان كده بدأت الدولة اعادة احياء المكان، وبتعتبر الحديقة اللي احنا فيها النهاردة واللي اتغير اسمها من حديقة 6 اكتوبر لحديقة كبرتاج حلوان المرحلة الاولى من المشروع. اما المرحلة الثانية فهتكون خاصة بالسياحة العلاجية. احنا دخلنا الحديقة في يوم اجازة، ورغم كده المساحة الكبيرة بتاعتها خلتني ما احسش باي زحمة. واول ما دخلنا وشفت العجل قلت لولادي يلا بينا على العجل. جبت كل واحد عجله وقعدنا نلف وسط الخضره والمناظر الجميله دي. من عمري يا جماعه ما بركبش عجل والله، بس استمتاع. في وسط الحديقة موجود حديقة طوكيو اللي افتتحت سنة 1993 بالتعاون مع الحكومة اليابانية. تصميم البحيرة وسط حديقة طوكيو يخليك تفصل عن صخب العالم كله. تحفة. في الحديقة مطاعم وكافيتريات ومساجد وحمامات، يعني مكان شامل متكامل. ولو معاكم ولاد صغيرين ففي ملاهي صغيرة هيستمتعوا فيها جدا.